السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اضغطوا إعجاب واشتركوا في القناة. لأول مرة أظهر هكذا في قناتي على شكل مباشر، أتكلم صوت وصورة. هذا مطلب للمشاهدين، فها أنا أظهر لأول مرة. أتمنى أن أكون في حسن ظنكم، وأن أكون قد لبيت كل طلباتكم عن جديد المنتخب الجزائري والمحترفين في كل أصقاع أوروبا. المهم غدا مباراة المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري. نيجيريا تبحث عن الانتقام عندما أقصيناها مع بالماضي وتأهلنا إلى النهائي. كذلك لو فزنا على نيجيريا سنلاقي إما الكاميرون أو المغرب. أنا أتمنى شخصيا أن نواجه المنتخب الكاميروني لننتقم منه انتقاما يليق بأبطال الجزائر، وذلك عندما أقصونا من كأس العالم بقطر 2022 باستخدام الكولسة، وإقصاء كان مرا على بالماضي وعلى اللاعبين وعلى كل جزائري عاش تلك اللحظة. المهم المنتخب الجزائري يحضر جيدا، استعداد جيد بتقنيات جديدة حديثة كما شاهدتم الفيديو الماضي. تقنية الأقماع و يعني أقماع المتطورة تعمل بشكل يعني رقمي، تقيس ردة الفعل، تقييس سرعة اللاعبين. المهم كل اللاعبين جاهزين بإذن الله. عودة المتألق مع باري اف سي وهو الشرقي الملقب بالسرجان كما لقبه الشعب الجزائري، الذي لقى يعني حب الشعب الجزائري منذ اليوم الأول مع المنتخب. كذلك حتى بن ناصر ممكن يكون جاهز أيضا، هو الآخر. كل اللاعبين جاهزين ما عدا حجام الذي غادر تربص المنتخب الوطني، أو قد يكون في المغرب لمؤازرة اللاعبين، فهو قد صرح وقال أنني سأكون معكم إلى نهاية الدورة لتشجيع المنتخب الجزائري. المهم كل اللاعبين جاهزين بما في ذلك عمورة، محرز، بنجاح. ثنائية بلعيد وماندي شكل ثنائية قوية في الدفاع، أعطت الرزانة للدفاع بعد دخول بلعيد الذي أنقذ الجزائريين وأنقذ كل الجزائريين في يعني كل المشجعين عندما ضرب تلك الكرة التي اتجهت نحو باكامبو. لولا تخليص بلعيد بالرأس لكان هدف قاتل في دقيقة 90 زائد 3. لذلك بلعيد هو متمرس إفريقيا، يعرف الكرة الإفريقية، فهو مدافع قوي جدا. ثنائية بلعيد وماندي وماندي وبن سبعيني عندما يلعب في محور الدفاع، فهذا يعني ثلاثي مرعب وقوي ضد أوسيمان الذي يتميز بقوة التسديد وبالرأس، يتميز برأسيات قاتلة. أوسيمان قوته عندما يدخل في الصندوق. كذلك أخبركم بأمر مهم جدا، أن سلاح أو مفتاح اللعب عند نيجيريا هي إيوبي الذي يبدأ اللعب من خط الوسط ويبني يعني تمريرات جيدة نحو لوكمان، أديمولا لوكمان الموهوب لاعب أتلانتا. عندما تصله كرات في رواق أو في مكان جيد، فهو إما يراوغ إما يسدد أو يمد أوسيمان ويمد كذلك المهاجمين بكرات رائعة، كرات على طبق من ذهب. لذلك على بوداوي أن يعرقل يعني كل الكرات التي تكون بين إيوبي ولوكمان، لأن إيوبي ولوكمان هما مفتاح لعب نيجيريا. لذلك بوداوي وعلى كل لاعبي خط الوسط إما مازا أو بن ناصر، أو إذا دخل عبد الله أو زروقي يجب عرقلة إيوبي وثنائية إيوبي ولوكمان لكي لا يكون الهجوم خطير على دفاعات المنتخبات الجزائرية. وكذلك دفاع نيجيريا هو ثقيل. لاحظنا المنتخب التونسي سجل على نيجيريا هدفين أو وصنع عدة كرات خطيرة، بما أن تونس لم تكن خطيرة هجوميا لكنها سجلت وأبدعت. لذلك المنتخب الجزائري قوي وسيسجل على نيجيريا بإذن الله، ويجب تأمين الدفاع وخط الوسط، هذا هو الأهم.
هجوميا لا نخاف لأننا سنفوز والمباراة ستكون مفتوحة. هم يريدون الانتقام ونحن نريد الذهاب بعيدا لما لا التتويج باللقب. فالمباراة ستكون مفتوحة، ممكن أقول لكم 50-50، لأن أقوى هجوم في البطولة من بين أقوى الخطوط الهجومية في البطولة هي نيجيريا، وأقوى دفاع في البطولة هو الجزائر، تلقى هدف وحيد. إذا مباراة قوية بين أقوى هجوم وأقوى دفاع. حتى هجومنا قوي، نعم حتى هجومنا قوي، لكن هذه هي الأرقام والإحصائيات ستصب في المتعة وستكون مباراة رائعة. لذلك نتمنى كل التوفيق لرفقاء القائد رياض محرز، ونتمنى أن يكون بيتكوفيتش قد قرأ المباراة بشكل جيد وأعطى اللاعبين نقاط ضعف وقوة نيجيريا لكي يدخلوا بكل عزيمة وكل روح قتالية. كل التوفيق لأشبال بالماضي، أي أشبال بيتكوفيتش عفوا، ونتمنى الفوز إن شاء الله. انتظروني في الفيديوهات القادمة. سلام.